ايه العمل اللي كان تميمة حظك؟ هو ده بقى، وده اسم الكتاب على فكرة. اسمه تميمة حظك. تميمة حظي. ايه العمل اللي كان تميمة حظ مجدي إدريس، اللي آه عرفه بالناس، اللي خلى الناس كلها تشاور عليك؟ المصير. الله. المصير. مم. آه الأستاذ، وهو الوحيد في رأيي الحائز بجدارة على درجة أستاذ. عارفة ليه حضرتك؟ لأنه كان ألف يتمتع. رحمة ونور عليه الله يوسف يرحمه. شاهين. طبعا. طبعا. كان يتمتع بالأمانة الفنية. مم. أنا أجي أقول أمانة فنية، ناس كتير أوي تقول لي يعني إيه أمانة فنية؟ أمانة فنية يعني أنا أما أجي أسكن شخصيات في عمل، ابقى مراعي ان الشخصيه دي هتأدي كما ينبغي، فبالتالي لان احنا مطلوب مننا ان احنا نقدم للناس افضل ما فينا، ما اجيبش اسوأ ما فينا واقدمه للناس. طبعا. هي دي الامانه الفنيه، اقدم لهم افضل ما فينا، لان الناس هي اصحاب الفضل مش احنا. انا مم. كفنان ماليش فضل على الناس، بالعكس ده هم اصحاب الفضل بعد ربنا. هم اللي بيشاوروا عليك، وهم اللي وهم بيعرفوك، وهم بيعرفوا اللي الاسم. بيشهروا البني آدم. عشان كده بستغرب ساعات فنانين لما بيتعاملوا مع الجمهور بطريقة مش لطيفة، لأن ده بيوري على أصل النجم وأصل الفنان، وده ما يصحش، لأن الجمهور هو اللي عمل، هو اللي صنع نجومية أي حد، هو اللي سقف لك، هو اللي قالك استمر، هو اللي شجعك. المصير تحديدا كان اه سيمفونية سينمائية ملهاش حل، وكل مرة تشوف وتكتشف فيه حاجات اه رائعة. وحتى دلوقتي بعد ما ظبطوه حطوه على المنصات اه بالألوان، كل مرة. يعني المصير ده حالة كده تحفة، حاجة تحفة فنية زي ما بيقولوا. دور حضرتك في المصير، عايز أعرف اللقاء الأول مع يوسف شاهين كان عامل إزاي، وفاكرة جملتك وخالفته على الأرض. وخلفت. خلفت. حضرتك في المصير كنت بتجسد شخصية لا، الإرهابيين أو امير الإخوانيين. الطائفه. اه. اللي هم كانوا في الأندلس، في الدولة الإسلامية في الأندلس. مم. حصل في مرحلة ما بداية تمزق الدولة الإسلامية، وكان سببها حكم الطوائف، وكل طائفة كانت تحكم شوية والطائفة التانية تيجي تطردها وتحكم، وكل طائفة كان ليها أمير، والأمير ده ما هوش ملاك يعني. حصل جدال بيني وبين أستاذ شاهين في الحتة دي. يعني انا كنت بعمل بصراحه، يعني امتى جابني او كده، انا عارف انك عايزه تقولي كده. أنا عايز أعرف الموضوع اه كله اتعمل إزاي، بالذات يوسف شاهين. طيب. يوسف شاهين قيمة، دور حضرتك، الفيلم، الموضوع كله الكرو حالة. كله فأنا عايزة، أنا عندي فضول لأني اه حابة التركيبة دي، فعايزة أعرفها، طيب. عايزة أشوفها. اللي حصل معايا، انا كنت بعرض في مسرح الشباب وقتها، انا مم. عضو في البيت الفني المسرح. طبعا. مسرحيه حاله طوارئ البير كاميو. مم. وهو جه هو وخالد يوسف يتفرجوا. يتفرجوا مش عشاني، عشان زميل اسمه اشرف عبد العزيز. يختاروا لدور حضرتك لا، لدور تاني. لدور تاني، وعافيني من ذكر اسم الدور لان أوكي. اشرف ما لعبوش. أوكي. فبيتفرج، فانا في الميزانسين في حركه بعملها كده. كنا في قاعه زي كده، كانت مم. قاعه مش ستيج فبعمل كده ترن كده سريع وبالمشلح وبعمل كده، مم. ولقيته قاعد عامل زي حضرتك كده، عامل لي كده. يا حبيبي. ثانيه عينيه جت في عينيا، انا مكمل. مم. كملت في الشخصيه. لفت نظره. ثانيه انا حسيت في حاجه، لان حصل موقف زمان، بقى زمان بالنسبه للوقت ساعتها. مم. فانا اصل ما بحبش استحضر الحته دي، لان انا بكيت يومها. مم. كان في موقف ما، انا اتأثرت. عمري ما حد خدني وداني لحد، اه. ولا قلت لحد خدني وديني لحد، ولا حد له فضل عليا غير ربنا سبحانه طبعا. وتعالى. اجتهاد حضرتك، بس اجتهادك، طبعا. ففي احد الاعمال كنت بعمل في المسرح، في تبع مسرح الدوله روايه، وكان استاذ من الاساتذه قال لي انا مع الاستاذ يوسف شاهين، انت عاجبني يا ولد، حد كبير يعني. قلت له الله يخليك يا رب. قال لي تعالى معايا، قلت له انا ما بحبش. قال لي تعالى بس معايا. رحت وشفت شاهين ساعتها،
فبيقول له مجدي ده ابننا وكذا وكذا كذا. فهو طبعا شاهين تركيبه اصلا، كان مركز في حاجه تاني. مم. طيب اه طيب طيب، اه اه وراح وخلاص سيبني اه. وماشي. فالراجل بقى مكسوف اللي بيقدمني ليه. مم. قال لي انا عايزه يشوفك كويس، هو إن ما شافكش. قلت له لا ولا اشوف. ونزلت تحت 35 شبليون. مم. ايوه وسط البلد ما مكتبه انا طبعا. مسميه كده، وبكيت تحت. مم. واقسمت يمين ان ما هطلع هنا الا زي يوسف شاهين طلبني. وحصلت. ربنا اراد. عرفت بعد كده انه بيحط هو طبعا في الكاستنج بتاعه، بيحط شخصيه واثنين وثلاثه من الفنانين الاساتذه على كل شخصيه، ليها عشان اختيار لو ده اول تاني اعتذر او تالت. ده. ثلاث. ده كان بيحصل زمان بس ومع شاهين بس على او فكرة. شاهين سيستمه كده. مم. انا ده والكلام ده من خالد يوسف. مم. قال لي انت الوحيد اللي كاتب امير الطائفه مجدي ادريس فقط كده. مم. تاني يوم بعتولي، رحت خدت السكريبت ومشيت قاعد اقرا. انا من النوع اللي بقعد اعافر مع الشخصيه واتخانق معاها وكده، طبعي كده مش لاقي له تاريخ. ده ملوش حاجة. ملوش وهو تاريخ. ملوش تاريخ فعلا. ملوش تاريخ. ايوه. ولا سمت ولا شكل ولا. متطرف دينيا، ارهابي. تعالي بقى هنا. وانا من النوع اللي لما بلعب شخصيه بتقعد جنبي على المخده وانا نايم، حتى تقعد قاعده في دماغي كده. مم. المهم، فكان بروفا نقرا والكاست كله موجود، وانا انا بقولها وانا فخور باللي بقوله ده اللي هقوله. وقتها انا كنت نكره. نكره. ما حدش مم. يعرفني. انا مش بسب نفسي، دي الحقيقه، ما كانش حد يعرف. مش عيب، كلنا جالنا وقت كده وكلنا بيجي لنا دور او حاجة هي اللي هو المهم ان بتخلي الناس الانسان يبقى تشاور. يعي اين يقف طبعا وما طبعا هو حجمه في اطار الحدث. طبعا. على فكرة ما عشان هي دي الرحلة يا استاذ مجدي، اه هي دي الرحلة. وكنت مدرك. مم. فبيقول امير الطائفه فين؟ كنت انا قاعد بعيد كده. اقرا اقرا. قلت له مش هقرا. لا شاهين. قلت له مش هقرا. قال لي ايه؟ قلت له مش هقرا دلوقتي. قال لي ايه؟ قلت له بس عندي اسئله لازم قبل ما اقرا لك. مم. فقوم حد وقال لي تعالى تعالى اقعد. ايه؟ قلت له الراجل ده مغلبني معاه، لا موجود له تاريخ ولا شكل ولا لون ولا طعم، مم. انما في حدوته فيه. طب انا الراجل ده شفته، ومن خلال 3 اسئله هقولهم لحضرتك، اذا اتفقت اجاباتك مع تصوري هعمل الشخصيه. فبيبص لي باستغراب. بس المهم، هو كان بيحب الشخصيات اللي كده، ما يحبش الشخصيات المستسلمة. ايوه. قلت له السؤال الاولاني بس الراجل ده انا شاكك فيه، هو مش امير طائفه، هو اصلا ممكن يكون كان قاطع طريق او كذا او كذا او كذا. قلت له بقى مهنه سيئه جدا، مم. كان كذا. قال لي ممكن. قلت له طيب. نمره 2، مم. الشيخ رياض بيبان انه مهيمن عليه. لا، الشيخ رياض مش مهيمن عليه، ده هو ضحك على الشيخ رياض واخد الشيخ رياض مطية عشان ياخد الحكم. الله على الشيخ رياض كمان. استاذ احمد فؤاد سليم، طبعا. هذا الكائن عملاق الفنان الجميل. الفنان انا بقول عليه الجميل. كائن لانه فعلا كائن جميل. طبعا. السؤال الثالث بقى، قلت له انا شايفه بشكل مختلف خالص. قال لي اقفل السكريبت وامشي على اوردر تصوير. ما قريتش. ما قريتش اليوم ده. واو. والله. وجيت على يوم التصوير. وسافرنا سوريا وخناقات ولبنان. خناقات فنيه بقى او نقاش فني. ان بس لقيتهم بيعملوا لي المكيره الفرنسيه اسمها ايفلين بيو، اللي كانت مم. عامله شخصيه السيده اللي جوزها اعدموه في اول الفيلم. اه فرنساوية. اه. فلقيتهم بيعملوا لي، الله يرحمه استاذ محسن فهمي المكير الجميل ده، بيعملوا لي بواريك ملونه ومش عارف ايه، بواريك فيها احمر وبتاع، مم. طويله كده. فبس قلت له مش حلو. انا بقى هاتوا لي غطيان ازايز كازوز، مم. الغطيان، حاجة ساقعة. واحطها على اللبس بتاعي واقف في الحسين. مكذوب. ايوه قلت صح لهم ده صح. مش امين. اما ما تيجي تخرج انت. قلت له يا استاذ ما ينفعش، انا مم. ببص في المرايه لما بتلبسوني ده بلاقي شخصيه غير اللي انا عارفها. مم. وفجاه في يوم قلت كنا مربيين دقنا كلنا، كل مم. الكاست حتى الفنيين كله، كان ده اوردر للكل.
بنعمل بروفا حطوا لي نفس الحاجات، فقلت ايه ده بقى؟ مم. فقال لا لا، قلت له ما ينفعش، مش هعرف اعمل شخصيه كده. فانا استاذ محسن الله يرحمه قال له يا استاذ، هو بس استاذ مجدي في دماغه فكره وبتاع، اسمعه طيب. مم. قول قول.